ليه ممكن تشوف المدرسة أسوأ فترة ممكن تعيشها في حياتك؟ وليه المدرسين بيتعاملوا مع الطلبة بطريقة تخليهم يكرهوا نفسهم حرفيا مش بس الدراسة؟ وإزاي الوقت بيعدي ومش بتلحق لا تذاكر كويس ولا تعمل هواية بتحبها ولا حتى تبقى مرتاح نفسيا؟ كل ده هنجاوب عليه دلوقتي. مبدئيا كده ومن الأول خالص، أصعب حاجة في المدرسة هي فكرة الصحيان بدري، بالذات إن معظم أيام الدراسة بتكون في الشتاء، فاللي هو بداية اليوم نفسها أصلا نكد وبرد وكله كوم، وإنك تروح المدرسة مواصلات ده كوم تاني خالص. هو إيه الفكرة في إن تكون المدرسة بعيدة بالطريقة دي ولازم تروحها بالمواصلات وفي البرد ده؟ دي معاناة حرفيا. لا، وفوق ده كله لازم توصل في ميعاد محدد وإلا تسمع تهزيء وبهدلة حتى لو على 10 دقايق تأخير. هما بس بيعاملوا الطالب على إنه روبوت لازم يوصل في نفس الميعاد كل يوم ويسمع الدرس ويفهمه بدون نقاش ويجاوب على أسئلة الامتحان بالإجابات النموذجية. حاجة كده خيال علمي. طب خلينا نتفاهم شوية قبل ما تعصب. معظم المدارس مش بتوفر حتى باص كويس يرحم الطلاب من البهدلة في المواصلات أو حتى المشي للمدرسة، ده غير الفصول اللي من أيام الفراعنة حرفيا ساعات بلاقي كتابة هيروغليفي محفور على الديسك وكأن دي رسائل سرية بيبعتها الأولاد البنات. يعني بعيدا عن العبث ده، الرسائل دي كانت قبل اكتشاف الواتساب والسوشيال ميديا عموما ولسه قاعدة ومكملة معانا، ولازم نخلي بالنا منها كويس عشان أي تلفيات في الفصل المتهالك أصلا بيشيلها الطالب والمدرس اللي فاكر نفسه في سلطة مطلقة للتحكم بمصير كل الطلبات. تحس في عنده تصفية حسابات أزلية أو تربية أو حقد طبقي متعرفش، لكن الأكيد إن في حاجة مش طبيعية في تصرفاته. كمية تكبر وحب سلطة ديكتاتوري كده يفكرك بأيام هتلر. ولا الطقم اللي مش بيغيره طول أيام الدراسة وانت تفضل مستغرب ازاي الطقم ده لسه مكمل 10 سنين من غير ما يدوب ولا يضيع، ولا هم أكتر من طقم من نفس اللون والشكل، جايز الله أعلم. وبعيدا عن كل المعاناة دي، لكن الغريب إن تقريبا في ابتدائي، مش هقول الدراسة بتكون سهلة، لكن ما بنكونش لسه مدركين كفاية ولا علينا نفس الضغط اللي بيبقى في المراحل التانية. طيب بتبدأ المعاناة الحقيقية من الإعدادي، وهنا فوق كل اللي بيحصل لنا بنبقى مطالبين نجيب درجات عالية ونتعايش في بيئة أصلا مليانة تنمر وتفريق في المعاملة واضطرابات مراهقة ومفيش رادع للي بيحصل، ويعين الطالب مش ملاحق على كم التغيرات والمسؤوليات اللي بتبقى عليه. فجأة كده بيبقى مضطر يبذل مجهود أكبر عشان يكمل. والمشكلة الجوهرية هي إن معظم المدارس مش بيئة مناسبة ومشجعة للطلبة، بل بالعكس تماما. في أغلب المدارس اللي بتكون بتحط ضغوط أكبر ومسؤوليات أكتر، وحتى الأهل في البيت في أغلب البيوت مش بيهتموا أصلا وبيسيبوا الطالب يواجه العالم ده بكل سوءاته وبيطالبوا بأفضل النتائج اللي الأهل نفسهم ما قدروش يعملوها. وأنا لسه ما اتكلمتش عن المنهج التعليمي نفسه اللي يعتبر كارثة بكل المقاييس، والامتحان اللي في مستوى الطالب الفضائي، لا وكمان طرق التدريس ما هي إلا إلقاء معلومات وخلاص. والمفروض إن كل طالب عنده جوه كده مغناطيس بيلقط المعلومة ويحفظها لوحده. ساعات كنت بحس إن بعض المدرسين بيحقدوا على الطلبة وإن عندهم تصفية حسابات معاهم، مش عارفة، أو يمكن ضغوطات نفسية عائلية بتخرج على الطلبة الغلبانين دول. اللي هو ليه ما يتعملش تقييم نفسي محترم للمدرسين عشان يوضح هل الشخص ده ينفع يتعامل مع مراهقين لسه يدوب بيبنوا نفسهم وبيشكلوا شخصيتهم ولا لا. حقيقي لو ده حصل مدرسين كتير هيتمنعوا اصلا من التعامل مع الناس العادية مش بس المراهقين. طيب تقريبا انا كده طلعت كل اللي جوه اي طالب حاليا، ومعظم الحاجات اللي قلتها اكيد مر عليك حاجة او اتنين منها، ده لو ما كنتش بتعاني منهم كلهم. خلينا نتكلم بموضوعية وصراحة. العالم عمره ما كان مثالي او بسيط، بل بالعكس، الحياة دايما مليانة بالمشاكل والضغوطات. ومش هقول الجملة المعتادة بتاعت لما نكبر ونشتغل ونتجوز هنعرف معنى المشاكل والمسؤوليات، لأن من وجهة نظري المسؤولية مش بقدرها قد ما الفكرة نفسها في تحمل المسؤولية. مهما كانت بالنسبة لناس تانية بسيطة، فهي ممكن تكون صعبة بالنسبة لأصحابها. وكل اللي بتعاني منه في المدرسة حاليا ومستقبلا، كل ده مجرد سلم عشان توصل للمكان اللي تتمناها. حرفيا كلنا بنحلم بمكانة اجتماعية محترمة ومسمى وظيفي محترم برضه ودخل مادي كويس. انت داخل المدرسة عشان تحقق ده لنفسك مش لأي حد تاني. يعني انت في المعركة دي بتحارب عشان توصل لأفضل نسخة ممكنة من نفسك، ومش هتقدر توصل إلا لو قبلت ورضيت بكل الصعوبات اللي بتقابلها وتخطيتها وتعايشت معاها، عشان الحياة
كده كده صعبة، وعشان تقدر ترتاح في الفترة اللي جاية في حياتك. هو مش هترتاح قوي يعني، بس دي معركتك وانت جيشك الوحيد، فلو استسلمت الظروف والمعاناة اللي بتعاني منها فهتبقى خسارة من الناحيتين، يعني بهدلة 12 سنة وفي الاخر ما وصلتش لحاجة. صدقني دي حياتك انت وانت المسؤول عنها، فخليك قد المسؤولية وحاول لآخر يوم. طيب ازاي ممكن نعمل كده؟ بالنسبة للمذاكرة اظن في يوتيوبرز كتير اتكلموا عن موضوع المذاكرة وتقنيات المذاكرة اكتر مني بكتير. اما المدرسين فما اقدرش اقولك تجاهلهم، لان ده هيصعب الوضع اكتر. ممكن تكتفي انك تحسس المدرس انك مهتم وتحاول تتجنب صراعات مش المفروض تدخلها. يعني مش لازم تسأل في كل تفصيلة في الدرس، انا وانت والاستاذ نفسه عارفين ان الدرس يتحفظ مش يتفهم، فخلينا نعدي ايامنا دي على خير باقل اضرار نفسية ممكنة. ودي اكتر نصيحة اقدر اوجهها لك، عشان الديناصور المتوحش ده صدقني مش هينفع معاه حلول الارض، فانت تصلي وتدعي عليه براحتك بقى. ونيجي للمنهج الدراسي، في حاجة لطيفة وكرنج شوية ممكن تحببك في المناهج العقيمة اللي بناخدها دي، وهي انك تاخد درس معين صعب عليك وتعمل عنه سيرش في اي مكان تحبه. بس الفكرة انك ما تدورش على دروس شرح، لا تدور على اصل المعلومة وارتباطها وهكذا. يعني انا عارفة انها فكرة كرنج شويتين، بس طيب هنعمل ايه؟ لازم نحاول نلاقي ضوء بسيط في وسط العتمة اللي احنا فيها دي. عموما لو دورت على اليوتيوب هتلاقي شروحات لكل الدروس والمواد باكتر من طريقة واسلوب، فما توقفش وخليك قد المسؤولية. وختاما ربنا حقيقي يعين كل حد في مدارس وكل حد بيحاول عشان يبني مستقبل كويس لنفسه. وبس كده، للأسف كان عندي حاجات كتير كنت حابة أتكلم فيها عن الموضوع ده، لكن الفيديو هيطول. وطبعا حابة أشكر كل أصدقائي اللي عملوا كومنت على البوست اللي عملته من 10 أيام تقريبا. تقريبا نسي الموضوع أصلا. عموما فلو وصلت لهنا فأنا متأكدة إن الفيديو عجبك، صح؟ ما تنكرش، باين في عينيك اهو. اشتراك بقى ولو لسه مشتركتش، وكومنت حلوة كالعادة، وقولي عايز نتكلم عن ايه الفيديو الجاي في الكومنتات. سلام.